الصحفي القدير والتربوي الكبير ما شاء الله الأستاذ خالد الحسيني، معه صور مع 4 ملوك ما شاء الله، وهذه نادرا تتوفر لصحفي. الآن أنا في حضرته في بيته، حيشرح لنا قصة الصور مع 4 ملوك وأرشيف الصور اللي عنده. أبو منار، شكرا يا الله دكتور. يطول عمرك، كل هذه الصور مع 4 ملوك. الحقيقة أنا عندما بدأت في العمل الصحفي في عام 97 أيوه. في جريدة البلاد، حضرت أول مناسبة زيارة الملك فهد لما كان ولي عهد للباحة. نعم. ثم حضرت تغيير باب الكعبة في 98 هجرية. هذا هو. نعم. هذا أنت. نعم. جميل. وبعدها حضرت زيارة الملك خالد يوم تطهير الحرم من حادثة جهيمان في الخميس 17 محرم 1400. هذا أنت. نعم. جميل. ثم حضرت مع الملك فهد يمكن 6 مناسبات في مكة، ومناسبة في يوم العيد هنا في الديوان الملكي، ووضع حجر الأساس لجامعة أم القرى، وصورت معاه هذه صورة في الطواف، صورة مع الملك عبد الله عندما كان ولي عهد. كنت أنزل وأنا مدير لمكتب جريدة الرياض في معسكر الحرس الوطني. نعم. ما شاء الله. فصورت معاه، وثم سعدت بصورة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأجريت معاه حديث نشر في البلاد من ضمن ذكرياته قبل 60 سنة في مكة، ومنها أنه كان ينزل في قصر السقاف، وكان هو والأمير نايف يناموا في الناموسية في السطح البيت. طيب أنا ناس كثير قالوا لي اسأل الأستاذ خالد عن أرشيفه، كم صورة عندك؟ أنا عندي حوالي 5000 صورة عمرها 50 سنة. ورينا شوف شيء منها. ما يعني أنا لم كل الصور التي أنشرها ونشرتها في كتابي حياة في الصحافة والتربية الذي صدر في 1435 كلها تصويري. يا سلام. يعني ما استعين. طبعا أنا ذهبت مع الأمير نايف 34 سنة جولاته في المشاعر. وهذه الصور للبيع ولا تعطيها محبيك ولا لا، اللي يبغى ياخذ نشرتها في كتبي كلها، لكن اللي يبغى ياخذ صورة بين يده. أنا ما يعني هو الواجب أنت تقولي ليه ما حطيتها في البوم، لكن أنا نزلتها. هذا ما شاء الله مين ذا؟ هذا يحيى الزايدي رايد. والله هذه نجم الدين أربيكان رئيس حزب السلام التركي، وهذا أنت معاه. ايوه. وبعدين أنا أجريت الحديث الوحيد مع الشيخ محمد طاهر الكردي معروف. أيوة. العالم. نعم. بيته كان في الفلق. وأجريت أيضا التقيت هذا الربيعة، هذا وزير في الباحة، وزير الدكتور خويطر، هذا الأمير اللي كان في هذه ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا ليت أنا أطلع لكم من الكتاب منظمة الصور. لا احنا بس بنوري الناس. هذه الأمير. أنا حضرت أول عملي في الصحافة كان الأمير فواز، ومن جاء بعده من أمراء المنطقة. هذه أول صورة لفؤاد توفيق أمين العاصمة المقدسة. طبعا هذا الحركان، هذا الشيخ الحركان اللي هو أمين عام الرابطة. هذه في قصر السقاف كانت. هذا أول صورتك وأنت بداية الصحافة. وأنا في بدايتي. وفي صور هذا الشيخ أكرمتنا يا سيدي خالد، أكرمتنا. الله يسلمك. هذا الشيخ بن إبراهيم في الباحة ما شاء الله. كانت أول جولة صحفية لي فيه. يا سلام يا سيدي، ألف شكر. شكرا. ومن نجاح لنجاح. الله يحفظك يا حبيبي. شكرا والله.